السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. وصفتنا تاع اليوم اللي راح نديرو ان شاء الله، راح نديرو طبق بزاف بنين. تقدروا تزيدوه في الليسته تاع الاطباق الرمضانيه. راح نديروه بواحد لاصوص ما شاء الله. راح نزيدو هنايا ندير معاكم عصير طبيعي. على بالنا في شهر رمضان نحبوا نديرو عصائر ونوعوا فيهم. دونك جبت لكم هاد لاغوزات ان شاء الله راح تعجبكم. شوفوا لي طبق تاعنا كيفاش يجي بنين ما شاء الله. وصفه بزاف سهله، على بالي تجربوها راح تحبوها ان شاء الله. نروح على بركة الله نشوفوا طريقة التحضير والمكونات واش راح نحتاجو في الطبق تاعنا. وما تنساوش اذا عجبكم الطبق خليو لي جيم وكومونتير، ويلا نبداو في لا فيديو. اول حاجه راح نحتاجو هنا شويه تاع لي سكالوب. عندي زوج سنينات ولا ثلاثه تاع توم. عندي حبه تاع بصل ولي زيبيس. عندي هنايا توابل تاع دجاج، الكيري، ملح، فلفل اسود، ونص مغرف صغيره نتاع الكمون، وشويه تاع توم بودره، وشويه تاع زنجبيل. هذا مكان راح نديرهم كامل كيما راك تشوفوا هنايا في الاشوار. راح نرحيهم مع بعض، وراح نزيد لهم هنا حبه تاع بيض، وراح نزيد لهم زوج مغارف كبار نتاع زيت سونغو. وندي هنايا نميكسيهم كامل، نرحيهم كامل مع بعض. وراح نتحصلوا على هذا الخليط. هنا ما تشوفوش زعما راهو جاري ولا. هذا هو القوام اللي نحتاجو. انا تقدروا هنا اللي ما يحبوش الجاد يقدروا يديروه بلا فيونداشي، يعني نفس الطريقه برك ينحوا هذاك السكالوب ويديروا لا فيونداشي. من بعد راح نجيبوا هنايا الليمون هذوما تاع الكعكات ولا تاع لي دونات، ولا شوفوا تقدروا ديروا في تاع سيليكون ولا ديروا في هذوما تاع الحديد. مي تكونوا دهنتوهم مليح بالزبده وشويه تاع زيت باش ما يلصقوش معاكم. فوالا. من بعد هنايا عندي الفلفل الطرشي هذا الحلو، كنت قليته. تقدروا تقليوه ولا ديروه في الفور تدهنوه بشويه تاع زيت، ولا ديروه في الار فراير واش حبيتو. انا كنت قليته نحيت له هذيك القشره اللي فيه كامل. من بعد نجيب نقطعوه بالطول شرائح بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا. شوفوا هنايا لازم تقليوه على نار ناقصه باش ما يتحركش معاكم ويطيب معاكم مليح، ويقردي هذيك لا كولور الخضراء تاعو. فوالا. نحاولوا هنايا نقطعوهم بالطول كيما راك تشوفوا. نسيو هنا ما نديروهمش خشان بزاف وما نديروهمش رقاق بزاف، يعني مويا هكا باش تجينا الخدمه تاعنا مليحه. وكي نديرهم في المول يعطونا شكل الشباب كيما رانا حابينه. فوالا كيما راك تشوفوا هكا. من بعد اللي يكونوا شويه خشن رايحين نقصوا فيهم بهذه الطريقه عادي، يعني غير بيدكم تقدروا تفتحوهم. هنا راح نزيد لهم لاسيزونمون. واش راح ندير؟ راح ندير شويه تاع فلفل اسود، وشويه تاع ملح، وشويه تاع توم بودره باش يعطينا البنه، وهذاك الطرشي تاعنا يجينا بنين. تقدروا تزيدوا له المعدنوس اللي يحبوا الكو تاع المعدنوس تاني تيجيكم بنين، ولا تقدروا حتى ديروا سنينات تاعتهم وترابيهم. دونك انا نخلطهم كامل مع بعضهم كيما راك تشوفوا بهذه الطريقه. ونروحو نجيبو لي مول تاعنا اللي كنا دهناهم بالزيت والزبده ولا مارغرين واش حبيتو، ونبدا نستف في هذوك الشرائح اللي درناهم نتاع الفلفل الطرشي. واللي عندها مول تاع سيليكون الا خافت زعما انه هذا المول يلصقوا لها، تقدر دير في المول تاع سيليكون ولا تغير الشكل كيما حبت. ماشي اوبليجي دير هذا الشكل، يعني الشكل اللي عندك مول تاع سيليكون اللي عندك ولا مول تاع الحديد هذوما تقدري ديري فيه عادي. دونك راح نستفوهم كامل كيما راك تشوفوا بشكل عشوائي هكا. نديروا وحده مورا وحده هكا، ونسيو ما نديرهمش خشن كيما راك تشوفوا. كي نلقى وحده خشينه نعاود نفتحها هكا. عبالك كي يكونوا ركيك يجي الشكل تاعهم مليح مليح، شغل يجوا مخبلين عشوائيا يجوا هايلين. راح نكمل انا كامل نستفهم كيما راك تشوفوا. نسي هنا توجور كي نلقى وحده خشينه نعاود نفتحها. بعد هنا كنت ضربت شويه تاع بيض مسلوال وبيض برك، وراح نزيد نفرغ عليه كطبقه هكا فوق هذاك الطرشي، باش من بعد كي ندخلوه في الفرن يحكم روحه، يعني الطرشي تاعنا يعطينا شكل واحد. عليها قلت لكم لازم تدهنوا لي مول تاعكم مليح بالزبده. راح نديروا البيض، والبيض كابابل انه يلصق لكم الحبات تاعكم. من بعد اللي درنا البيض راح نزيدو نديروا الخليط هذاك تاع الدجاج اللي كنا رحيناه في الاشوار. ديروا طبقه مليحه شغل مغرف بومبي. فوالا. ونسيو نعدلوهم كامل على الوجه تاعهم، يعني غطيو المول كامل ما تخافوش. ديروا كونتيتي مليحه. في هذا الوقت نكون مشعله الفرن تاعي من 170 حتى 180 درجه يسخن معايا. نشعلو لهم من التحت، ندخلهم يطيبوا من التحت هذاك البيض ينشف. بعدين نعاودو نشعلو لهم من الفوق حتى يطيبوا ويتحمروا معانا. هذا هو الشكل. نخبطهم شويه باش يشدوا لا فورم تاع المول وندخلهم للفرن. هنا عندي زوج مغارف كبار تاع لا شابلي. راح نجيبو هذاك الخليط تاع سكالوب اللي كنا رحيناه،
راح نزيدو هنايا مع زوج مغارف كبار تاع لا شابير باش نشكلهم دي بول، هادوك لي بول صغار اللي راح نديرهم في التزيين. كيما راك تشوفوا هنا باسكو راهو طري ما نقدرش نشكلهم كرات، دونك لازم نزيدو هذيك لا شابير. شوفوا هنا ما تخافوش، لا شابير راح تمتصلنا هذيك الكميه تاع السوائل كامل، وراح يتشكلوا لنا دي بول نقدروا نشكلهم كيما راك تشوفوا. خليوها برك شويه تتشرب، ومن بعد راح تجيكم سهله تتشكل بهذه الطريقه. من جهه هنا كنت درت شويه تاع زيت يسخن معايا، وراح نحبط هذوك لي بول نتاعي. شوفوا ان نسي هناك شغل نحمرهم يعطوا لي تحميره خفيفه، سينو تقدروا تحمرهم بيان في الاول. انا شوف هنا درت يعطوا لي غير تحميره خفيفه برك. من بعد زدت لهم هنا زوج مغارف كبار نتاع البصل كنت رحيته شغل رابيوه في الخشين باش ما يطلقناش المراره تاعو. راح نزيد هنا مغرف كبيره تاع لافارين، عندي الملح وشويه فلفل الكحل، هادو هما لي زيبيس اللي رايحين نديروهم. فوالا نبداو نحركو فيهم بشويه بشويه حتى يتقلاو مليح مليح. بعد راح نزيد مغرف صغيره تاع زبده ولا مارغرين، شغل رايحين نخدمو هنايا صوص بيشاميل. فوالا نخليهم يتقلاو مليح على خاطرهم باش هذيك الزبده ولا لافارين هذيك اللي درناها تتقلى مليح مليح وتدي البنه. كيما راك تشوفوا خليوها تتقلى مليح كيما راك تشوفوا. نبقاو نحركو فيها بشويه بشويه. من بعد هنا عندي زيتون خضر كنت زدته كيما راك تشوفوا، ونبداو نقليو فيهم. هنا نأكد ديما النار تاعكم تكون نار ناقصة. من بعد راح نمرق هنا بالما يكون سخون، ونخليوه حتى طيب معنا لاصوص تاعنا. شوفوا هنا كي ديروا الماء تبقاو تحركوا فيها مليح مليح باش تحلوا هذيك المغرف تاع الفارينه اللي درناها، وما درناش هذوك الحبيبات يعني في لاصوص تاعنا. تجينا صوص تاعنا خفيفه ويعني صافيه. فوالا نحركوهم مليح مع بعض ونخليهم حتى يطيبوا. نغطيهم. هنا بعد اللي طابوا كنت نحيت شويه، صفيت هذاك الزيتون نحيت منه شويه برك، ودرت زوج حبات تاع فرماج. تقدروا ديروا مغرف كبيره تاع فرماج اذا عندكم هذاك الطاري، تقدروا ديروا مغرف كبيره. وراح نمكسيهم كامل هما بالزيتون تاعهم بالفرماج. من بعد راح نرجع هذاك الزيتون اللي كنت صفيته يعني كنت نحيته راح نرجعه. شوفوا لي هاد لاصوص تجيب بزاف 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 بنينه، خير من لاصوص تاع لا كريم فريش. جربوها ورجعوا لي بالخبر. بعد هنا شوفوا الطرشي تاعنا كيفاش طاب. هذاك الدجاج كنا نحيناه. شوفوا برك كي تجو تنحيو فوتوا عليه الموس في لي كوتي وخلوه يبرد شويه ونحيوه راح يتنحى معاكم فاسيلمون. وهذوك لي بول حتى هما كنت نحيتهم حمرتهم في الزيت باش نعطيهم هاد التحميره ويدو البنه. هنا راح نحتاج فخوماج رابي راح نديرو في هذاك الفراغ اللي في الوسط. تقدروا هذاك الفراغ تخدموا صوص طوماط وديروها كيما تقدروا ديروا فخوماج واش حبيتوا. انا راح ندير جبن المبشور هكا باش نرجعو شويه من بعدها في الفرن باش يذوب ويجيني يتجهد هكا باش يعطيني طعم بنين. فوالا وراح ندير هادوك لي بول اللي كنا درناهم يعني طابوا في لاصوص ومن بعد قليتهم. داو البنه تاع الزيت والتحميره هذه شابه كيما راكم تشوفوا فيها. وانا ناكد انه ديما التزيين يبقى اختياري، ماشي شرط ديروا في هذا المول، تقدروا تغيروا الشكل تماما. المهم غارديو هاد لاغوسات باسكو بزاف بزاف بنينه. ولا لقيت تفاعل في هذا الفيديو راح نبارطاجي معكم بزاف اطباق جديده وحصريه لشهر رمضان ان شاء الله. شوفوا لي هاد لاصوص كيفاش تجي ما شاء الله. شوفوا هاد لاصوص تقدروا ديروها بديله تاع لا كريم فريش. كي تكون ما عندكمش كريم فريش وحابين تخدموا صوص بيضه هكا وتكون بنينه، جربوها سيرتو كي ترحيو هذاك الزيتون الداخل راح يعطيها واحد الطعم ما شاء الله. هنا نروحوا نشوفوا وصفه تاع العصير تاعنا واش راح نحتاجو. عندي هنا حبه كبيره تاع طومسون، تقدروا نتوما ديروا زوج حبات. راح نحي لهم هذيك لابو تاعهم البيضه كامل. نسي لازم نحيها باش ما تطلقليش المراره في العصير تاعي. وعندي حبه تاع بانان حتى هي راح نديرها. قلت لكم هنا تقدروا ديروا زوج حبات نتاع طومسون. وراح نزيد هنا عندي مركز الليمون. مركز الليمون الوصفه كنت شاركتها معكم من قبل، يعني انا نخدمه ونخبيه مركز. وقت ما احتجتو راح نجبدو نديرو عصير ولا نديرو مركز كيما هكا نخفو بشويه تاع ما كنت خففتو ونزيدو مع فواكه واحد اخرين. راح نزيد هنا كميه تاع الماء. شوفوا اذا ما عندكمش مركز تقدروا تعصروا زوج حبات نتاع ليم تاع ليمون وتزيدوهم. هنا راح نزيد معاهم انا زوج مغارف كبار تاع سكر. شوفوا هنا ديما الحلاوه والماء نتوما اللي تتحكموا فيه. راح نرحيهم كامل مع بعض. تقدروا نتوما في هذه المرحله تصفيوه، انا ما نصفيهش يعني نرحيه دو فوا يعني مليح مليح. ومن بعد نقدموه بهذه الطريقه كيما راك تشوفوا يجي بزاف بنين. كاين اللي ما تحبش تحليه بالسكر تقدر دير العسل ولا تخليه كيما راه ديجا هذاك المركز راهو فيه السكر ويجي بنين. سينو تقدروا تزيدوا حتى بطاطا ياغورت بذوق تاع لافاني ولا ذوق تاع بانان ولا
نتاع السيترون يعني واش حبيتو ولا تخليوه كيما راه، يعني هنا وكل وحده والذوق تاعها. وكان هذا هو الطبق تاعنا في شكله النهائي، جاب بزاف بنين صدقوني، بزاف بنين. كي نقول لكم حاجه بنينه بنينه، خاصه اللي يحبوا الطرشي، ميم اللي ما يحبوش الطرشي بهالطريقه راح يولوا ياكلوه. ان شاء الله نكون فدتكم بلاغوسات وتكون عجبتكم. هكا تقدروا ديروه كطبق رئيسي في شهر رمضان، كومبانيو مع شوربه مع بوراك شلاضه مملحات اللحم الحلو، وانتي فريتيها وسلكتي راسك ودرتي طبله. اذا لقيت تفاعل في هذا الفيديو راح نبارطاجي معكم اقتراح طاولات لشهر رمضان ووصفات جديده وحصريه. سلام.